أن يتكلم مع هؤلاء كما اليوم مع كل الرافضين للمسيح، يقدم فرصة تلو الأخرى ومناسبة تلو الأخرى لكي ما لا يكون لأحد عذر فيما بعد. الفرص تقدم للجميع، بحيث أنه حينما يقف أمام عرش المسيح في يوم الدينونة ليدان لا يستطيع أن يتكلم، لأنه سيجد تاريخ فرص أمامه تشهد عليه. صحيح صحيح. أنا لسه ما كملت، بس لو أنا هاخد مداخلة واحدة معلش بعد إذنك. ناخد بدر من الكويت. ألو بدر. ألو. أهلا بيك، تفضل. السلام عليكم. السلام ونعمة. أهلا بيك، تفضل يا أخ بدر. كيف حالك يا أخ وحيد؟ أهلا بيك عزيزي بدر، مرحب بك. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال بسيط، بس عاوزك تترك لي الفرصة بس لشرح جزء بسيط، وبعدين إن شاء الله أستمع إلى الرد. تفضل. بس بالنسبة أنا بتكلم عن الآية والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. أنا عندي تعليق للآية. طبعا الآية كما ذكرت في القرآن لها تفاسير. اللي حصل في الوضع الحالي أن تم اكتشاف يطابق للآية هذه. طبعا احنا بنيجي نتكلم بنقول ان التفاسير تقول كلام غير الاكتشاف اللي تم اكتشافه اللي هو من النجم الثاقب. طبعا ابي اتكلم في النقطة بالعقل عقلانيا. حين فسر المفسرون الآية هذه كانوا يفسرونها في القديم قبل لا العلوم تتطور ويكتشفون الاكتشافات هذه. فمن المنطلق العقلي هل احنا نربط تفسيرهم في العصر القديم قبل الاكتشافات هذه مع الاكتشاف الجديد، مع العلم ان قال ان القرآن في كل زمان ومكان. طبعا هو في التفسير العربي الفصيح لما انت تقرا الايه مطابقه للاكتشاف نفسه، لكن اذا تبي تطابق الايه في التفاسير راح تطلع تفاسير مختلفه. لكن انا سؤالي لك في العقل، هل المفسرين قبل العلم قبل لا يتم الاكتشاف هذا هل يستطيعون ان يفسرون التفسير هذا بعد الاكتشاف؟ قبل الاكتشاف وبعد الاكتشاف اكتشفوا شيء ثاني. القصد من كلامي ان كلمه والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب مطابق تماما للاكتشاف اللي تم اكتشافه. ايوه. لا استنى، انت وعدتني انك هتتكلم وانا هتكلم معك، صح؟ اي نعم. تفضل. طيب تفضل. ما هو الاكتشاف؟ مع انه ده مش موضوع حلقتي اطلاقا، ولكن لامر في ذهني انا سمحت لك انك تتكلم. تفضل. ما هو الاكتشاف؟ صحيح، مشكور، جزاك الله خير. الاكتشاف اللي تم اكتشفه ان النجم تصير انفجارات، وموجوده طبعا الاكتشاف هذا في وكاله ناسا، وموجود منتشر على اليوتيوب، واللي يتكلمون كلهم الامريكان ما هم عرب ولا هم مسلمين يتكلمون بالاكتشاف هذا. وموجود بعد ان نظريه اينشتاين سنه 1972 عن النجم الثاقب. يعني الاكتشافات. ما هو الاكتشاف؟ الاكتشاف اشرح للناس. الاكتشاف ان النجم ينفجر ويكون في ثقب موجود في ثقب في النجم نفسه يا رجل. في ثقب اسود، بلاك هول يسمونه، البلاك هول موجود في النجم، وهو اللي يعني بيشفط باللغه العلميه اللي ما قدروا يوصلوا لها ان النجم يختفي، يشفط لجوا ويختفي. انت ما عارف الاعجاز العلمي في القرآن في النقطة دي يا اخ بدر. انت بتحاول تجمع النقطة
اللي بيقولها ويدعيها أصحاب الإعجاز، أن هناك نجم أو النجم بصورة عامة بيحدث فيه الانفجار. هذا الانفجار صوته تماما حينما تم استقباله عبارة عن تماما يشبه الطرق. صوت الطرق. طيب ما أنت لم تقل هذا الكلام، فأنا ساعدتك. لكن دعني أفاجئك. من الذي قال لك أن أساسا هناك طرق؟ لا يوجد أي طرق، هي عبارة عن موجات اسمعني ما أنت لا تقرأ أي شيء وتبلعه. أنت سألتني وأنا الآن أقول لك هي موجات كهرومغناطيسية، نحن لا نستطيع أن نسمعها ولا نستطيع أن نتعامل معها. يريد العلماء أن يترجموها إلى حواسنا فترجموها إلى الطرق. لكن خلي بالك، هم 5 أصوات وليس صوتا واحدا. ما قدمه زغلول النجار قدم صوتين في 3 أصوات عبارة عن صفارة طويلة جدا. لم يتشجع ولم تكن له الشجاعة الشيخ زغلول النجار أن يقدم ال3 أصوات الباقية. هذا 1. 2، أساسا لا يوجد نجم لأن النجم انفجر، هذا الناتج عن انفجار النجم. 3، المفاجأة لك، هذا التعبير قالته زبراء الكاهنة قبل ما يكون في قرآن أساسا. فإن كنتم تدعون أن هناك إعجازا لا يعود للقرآن وإنما يعود إلى زبراء الكاهنة. سؤالي لحضرتك، كيف انتقل الصوت؟ ثواني، كيف انتقل الصوت؟ أنت تعرف أن صوتي الآن لكيما ينتقل لابد أن يكون هناك مجال ينتقل فيه. إذن كيف انتقل الصوت في الفضاء ولا يوجد أصلا مجال في الفضاء زي هواء أو غيره لينتقل فيه الصوت؟ صحيح. والنجم الثقب اللي وجدوه في النجم. يا عزيزي، النجم الثاقب في لغة العرب الطارق، لأن الطارق النجم يأتي ليلا، والطارق في البيوت يأتي ليلا، وهناك حديث للرسول أنه لا تطرقوا. طيب يا عزيزي، هذا كلام العرب. أنتم تقولون أن القرآن نزل عربيا. إذن عربيا ارجعوا إلى القرآن لتفسروه تفسيرا عربيا، وليس هذا لي للنصوص ومحاولة زر الرماد في عيون المسلمين حتى لا يعرفوا يعني الحقيقة البسيطة الموجودة في القرآن. إذا كان هناك إعجاز ليرجع إلى زبراء الكاهنة وليس إلى أي شخص آخر. وحيد أنا بس كان كلامي إن هل يعقل إن إحنا الآية تشبه الاكتشاف؟ لا عزيزي، لا علاقة لها بالاكتشاف إطلاقا. هي محاولة تفصيل قميص يعني على شخص مش مقاسه على الإطلاق، ومحاولة قص القميص وتلحيمه وخياطته عشان يكون مناسب لهذا الجسم. لا علاقة له به. أنا آسف إني يعني حضطر أتوقف معك. أنا متقبل ردك، هذا ردك وهذا رأيك، لكن هذا ليس رأيي أنا، هذا ليس رأيي. حتى مسلمين ضد ما يسمى بالإعجاز العلمي هم لا يقبلون هذا الأمر، لأن فيه لي النصوص، وكأن مجتمع الصحابة والتابعين والسلف وكل دول لم يفهموا القرآن وحسبوه أن النجم الطارق أي أنه الذي يأتي ليلا، لأن الذي يأتي ليلا هو يطرق الباب فيسمونه الطارق، والثاقب الذي يثقب الظلام صباحا هو النجم الذي يأتي في الصباح. أنتم تحاولون أن تحرفوا. شكرا لك عزيزي بدر، وأنا كنت سعيد بمداخلتك رغم أنها ليست في مجالنا اليوم، ولكن لقصد ما في نفسي أنا أحببت أن أجيبك على هذه الجزئية. مشكور، الرب يباركك.